بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. النهاردة إن شاء الله روتين تحفيزي كده، يوم كده من أوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح السعادة على عيونكم حبايب قلبي. النهارده طبعا قمنا من النوم زي ما انتم شايفين كده، عدينا كل الواجبات اللي علينا وهنبدا على طول في تنظيف الشقه. جبت لكم جزء كده صغير على الماشي، نفضت طبعا الركنه بتاعتنا دي كده، وجبت السجاده زي ما قلت لكم قبل كده ان انا المكنسه عندي كانت الحمد لله باظت يعني، فبكنس بالمقشه زي ما انتم شايفين لحد ما ربنا يكرمني ان شاء الله وابقى اجيب مكنسه تانية. تمام. طبعا هكنس بقى كل المكان اللي احنا فيه زي ما انتم شايفين كده. صباح الهنا وصباح السعاده، صباح الخير عليكم كلكم حبايب قلبي. ربنا يا رب يحرس لكم اولادكم، يا رب يوفقكم. طبعا احنا في موسم امتحانات، ربنا يا رب يجبر اولادنا جميعا يا ربي. امين يا رب العالمين، وما يضيع تعب حد ابدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البدايه كده حبيبه قلبي، لو حابه تشوفيني اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنروق مع بعض الشقه وننضفها زي ما انتم شايفين. جبت لكم حته كده على السريع، مشي حالك كده، ماشي ماشي. وهنعمل غدا مع بعض طبعا حبيب قلبي، غدا سهل كده وجميل. هنعمل مع بعض النهارده احلى محشي هتعملوه، احلى محشي هيقلب الدنيا، ريحته هتقلب الدنيا كده معاك. روتين تحفيزي كده، يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هنا خلصت طبعا الشقه معايا، دخلت بقى على المطبخ على طول. دي راس الخروف اللي انا كنت عملتها معاكم، اللي انا نضفتها معاكم قبل كده، او راس المعزه او راس الجدي، مش عارفه انت بتقول عليه إيه بالظبط. طبعا هنا انا طلعتها تفك من التلج، كنت غسلاها مره واتنين وتلاته وعشرة معاكم. دلوقتي طلعتها تفك من التلج، وهحط ميه على النار. يا دوب الميه تغلي طبعا معايا، هصفيها من الميه بتاعتها دي كده، ميتها زي الفل زي ما انتم شايفين. غسلتها كتير كتير كتير، يجي 20 مره والله العظيم. هصفيها طبعا من الميه دي، واحط ميه سخنه على النار، يا رب ميه مغليه، يا دوب ميه مغليه، وهنزل بيها بلحمه الراس اللي هي راس الخروف او راس الجدي او راس الماعز زي ما بتقولوا عليها. طبعا هحطها على النار، يا دوب تاخد غلوه معايا زي ما انتم شايفين كده. انا هحطها على النار، مش هحط معاها لا اي طماطم ولا اي بهارات ولا اي توابل ولا اي حاجه، انا هحطها بس انا حباها تاخد غلوه. وهصفي الميه اللي عليها واحط لها ميه تانية خالص، دي زياده نظافه، انا كده مش بطمن الا كده بصراحه. طبعا هنا حطيتها على النار، هي دوب هتاخد الغلوه معايا. وبعد ما هتاخد الغلوه معايا هبدا طبعا ايه، انا حباها تغلي، يا دوب تغلي كده تلاقي لون الشوربه مجرد غلت كده لونه اتغير سبحان الله. طبعا هروح على طول مصفياها، واروح حاطه تاني ميه تاني. لو عندك ميه سخنه عدي حطي، ما عندكيش ما فيش اي مشكله ان انت تحطي ميه بارده، ما فيش اي مشكله. تمام كده. طبعا حطيتها على النار وغيرت شربتها وكده. تعالوا بقى، هنا كانوا حبتين مانجا في الفريزر طلعتهم يفكوا، هنعمل مع بعض عصير قمر كده زيكم. هقطع المانجا بتاعتي زي ما انتم شايفين. بصوا المانجا جميله ازاي، مطلعاها من الفريزر والله العظيم وكانها لسه بتاعت السنه. ما شاء الله يعني حاجه حلوه قوي، وكنت مخزناها زي ما انتم شايفين كده حب سليم. احلى طريقه انا حبيتها لتخزين المانجا ان الحبايه تبقى سليمه زي ما هي صحيحه كده. ولو حابه تقطعيها مفيش اي مشكله، دي حاجه بتاعتك انت، بس انا بصراحه انا بستسهل ان انا اجيبها اغسلها واعبيها في شنط في التلاجة زي ما هي كده صحيحه. تمام كده حبايب قلبي. هعمل معاكم المانجا القمر دي، طبعا هدخلها التلاجة عشان بعد الغدا يبقى جاهز على طول. طبعا هعمل عبل ما اللحمه بتاعتي تاخد القلبه الحلوه بتاعتها دي. هكون انا عملت العصير، ادخله التلاجة ونرجع نعمل مع بعض احلى محشي طبعا مع بعض. هنقور مع بعض البدنجان والكوسه، وهنعمل مع بعض محشي جميل قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو اول مره تشوفوني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هنا هخلص بقى المانجا بتاعتي. بصوا عامله ازاي، قمر 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 المانجا دي يا جماعه، العشق اقسم بالله العشق. لو انت مش بتحبي المانجا زي حالتي كده، مش ممكن، مفيش حد ما بيحبش المانجا طبعا اكيد. احنا المانجا انا عندي بناتي وخاصه بنتي الكبيره يعني حطيها في جنينه مانجا، هتنفد فيها للجنب التاني كده هتلاقي مفيش ولا مانجا في الشجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. متعه كده في ان انت تقطعي المانجا كده. بصي حاجه جميله قوي قوي قوي، المانجا دي زي ما بقول لكم العيش العيش العيش. هعمل طبعا العصير بتاعي هدخله التلاجة عشان يبقى جاهز بعد الغداء. وتعالوا بعد كده بقى نعمل مع بعض احلى خلطه محشي هنعملها مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مش عايزاك تملي مني. بصي المانجا جميله ازاي، بصي مقطعاها حاجه قمر 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 قمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا بقى حبايب قلبي مع بعض بعد ما نخلص طبعا هنعمل مع بعض بقى طبعا التقليه بتاعه المحشي بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه.
بصوا حبايب قلبي صلوا على النبي بقى كده. اول حاجه بقى طبعا هنجيب بصلايه. هفرم الاول المانجا بتاعتي، هعملها الاول اضربها في الخلاط. بص المانجا جميله قوي يا جماعه والله العظيم. انا بص متعه قمه المتعه في ان انا اعمل عصير مانجا. بحب قوي المانجا واحب عصير المانجا واحب موسم المانجا عاده يعني. وافتكر ما فيش حد ما بيحبش المانجا، كلنا من عشاقها. بصوا شكل العصير، العصير ده مش بيدخل في معدتي، بيدخل في قلبي يا جماعه. والله العظيم بيدخل في قلبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي بقى ويلا بقى بسرعه، احنا كده بقى هندخل العصير الجميل ده بتاعنا التلاجة ونعمل مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين الشوربه بتاعتي لما غلت انا جبتها زي ما انتم شايفين كده، صفيت الشوربه السخنه اللي عليها اللي هي الاولانيه، هحط لها بقى شوربه تانية. تمام كده. هغير بقى طبعا الشوربه، هغسل اللحمه بتاعتي طبعا قطعه قطعه تاني بعد ما اصفي من عليها. هي خدت غلوه او غلوتين، هتلاقوا اصلا الشوربه لونها متغير كانك ما غسلتيش اللحمه اصلا. لحمه الراس، الكرشه، كل يعني الحاجات اللي هي دي، كل الحاجات دي حلويات المذبح دي كلها لازم تخليها تاخد غلوه كده وتدلقي الميه من عليها، وترجعي بقى تحطي الشوربه اللي هي هتبقى حلوه بقى، اللي انت هتحطي لها توابلك بقى وحاجاتك الجميله. هنا هغسلها حته حته زي ما انتم شايفين كده من تاني كانك لسه. وهنحط حله نظيفه في ميه من جديد خالص، وهنحطها فيها من اول خالص، وهنسيبها تستوي طبعا هنا بقى. واول ما تبدا غليان هتهدي النار بقى عليها كده تستوي كده وتبقى زي الزبده، مش هتكمل ساعه. تمام حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزي ما قلت لك قبل كده الجماعه بتوع اع ويع والكلام ده كله ما يتفرجوش على الفيديو لو سمحتوا. احنا بناكل كل حاجه، كل حاجه في الذبيحه بناكلها. مش قادره اقول لك، بناكل الرجلين وبناكل المصارين. بصي ما فيش حاجه بنرميها الحمد لله يعني. يعني مش قادره اقول لك احنا بناكل كل حاجه فيها ما شاء الله يعني. ربنا يا رب يبارك، كل حاجه غاليه وكل حاجه متنيله على عينها، واحنا بنمشي على قدنا وربنا يعيننا الحمد والشكر لله. طبعا هنا تمام كده انا غطيت اللحمه بتاعتي. وتعالوا بقى نعمل مع بعض. اول حاجه اجيب حبه من السمنه، وهخرط بصلايه حلوه كبيره كده يا حبايب قلبي. وهنزل طبعا بالبصلايه وهديها تحميره حلوه كده. انا عايزاها تبقى صفرة مش عايزاها تتحمر، لان حبه السكره بتاعه البصله تنزل في التسبيكه. تمام كده حبايب قلبي. في حله تانية طبعا هحط ميه عشان اسلق الورق العنب بتاعنا. وطبعا في الوقت ده هقلي التقليه، وبعد ما هحط ورق العنب اسلقه، وهطلع بقى اول معاكم الباذنجان والكوسه والفلفل والحاجات القمر اللي احنا بنعملها. واحلى فلفل بلدي هنعمله النهارده. الفلفل البلدي بتاعنا بتاع الفيومي بتاع الفلاحين، ما يعرفوش الا الفلاحين. اللي يشوف الفلفل بتاعنا هيعرفوا على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي حبايب قلبي. ولو لسه ما اشتركتوش اول مره تشوفيني مشكورين، يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. اما بقى لو انت معايا من زمان مشكوره والف شكر ليكي، وشكرا قوي على الكومنتات الجميله اللي بتفرح قلبي. تمام حبايب قلبي. هنا طبعا انا هحمر البصله اديها تشويحه حلوه كده، وهنزل طبعا بالطماطم بعصير الطماطم اللي انا كنت عاملاه معاكم. تمام كده. انا كنت فرماه في الخلاط يعني. وهسلق ورق العنب، ومهم قوي تدي ورق العنب غلوتين حلوين كده عشان ما يبقاش يشد معاكي في المحشي ويبقى مستوي زي الزبده وزي العسل زي كده. تمام. هنا طبعا هسلق ورق العنب. ما عندناش المحشي بتاع النهارده، ما كانش فيه كرنب، كان ورق عنب وكان فلفل باذنجان كوسه. كل التشكيله القمر دي الجميله دي اللي بتقلب الدنيا اصلا. كفايه ان فيها فلفل، الفلفل بس لوحده كفيل انه المحشي يبقى قمر. تمام كده. تمام. يلا قومي كده تشجعي، لو عندك اي حاجه في الشقه عايزه تعمليها انفضيها وقومي اعملي محشي. مش هياخد معاكي ساعه والله العظيم، المحشي ده ما خدش معايا حتى ساعه. تمام حبيب قلبي. زي ما انتم شايفين طبعا هقلي التقليه وهطش الطماطم بتاعتي. وبعدين طبعا هسلق الورق العنب وهطلعه في الصينيه بتاعتي عشان اغسله ورقه ورقه. مهمه قوي ان انت ورق العنب بتاعك تنضفيه واحده واحده. ما ينفعش خالص ان انت تغطسيه في الميه وتطلعيه، لا، انت هتعومي عليه الميه مره واثنين وثلاثه، وبعدين هتحطيه في بوله وتغسليه واحده واحده، لان ورق العنب بيبقى فيه رمله، بيبقى فيه عنكبوت، بيبقى فيه تراب طبيعي. ده بيبقى هو جاي كده طبيعي، انت مش بيبقى ليكي فيها، مش بيبقى ذنبك حاجه يعني. تمام. تعالوا بقى مع بعض نعمل مع بعض احلى احلى محشي. طبعا احنا جهزنا مع بعض. هقور بقى البدنجان. وبصوا الفلفل ده، الفلفل ده البلدي بتاعنا الفلاحي، بصوا جميل ازاي. الفلفل ده مش هيعرفوا الا الفلاحين. بصوا الفلفل الصبع عامل ازاي، او قرن الفلفل عامل ازاي، حاجه جميله قوي، حاجه كده تتاكل نيه. تمام. هقور بقى طبعا الفلفل والبدنجان والكوسه عشان ما اطولش عليك الفيديو، لحد ما تكون التقليه بتاعتي استبكت. اول ما تستبك على طول هنزل بالكمون والكزبره والبهارات بتاعتي، وبعدين هنزل بالرز ده قلبتين كده لحد ما يشرب الصلصه بتاعته، وهجيبه عشان نلف المحشي. احنا عملنا مع بعض المحشي قبل كده كتير قوي عندي على القناه، وهتشوفي كذا فيديو ليها. النهارده حابين ان اقول لك على الروتين بتاعي واليوم على السريع. تمام كده. هخلص طبعا كل التقوير الحاجه دي معايا، وتعالوا بقى نعمل مع بعض احلى محشي. احلى محشي هنلفه مع بعض. تمام كده حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا طبعا مع بعض هنلف المحشي مع بعض.
احلى محشي هنعمله مع بعض وهنحطه على النار ونسويه كمان. بصي هوريكي احلى محشي وهتشمي احلى ريحه. المحشي بتاعي مهم قوي ان نحطي الخضره بتاعته بعد ما تنزلي الرز من على النار. يعني انت هتحطي تسبيكي التسبيكه بتاعتك الحلوه دي، وبعدين هتروحي نازله بالرز تخليه ياخد قلبتين كده لحد ما يشرب الصلصه بتاعته. بعدين هتنزليه خالص من على النار وتحطي له الخضره. ما تحطيش الخضره اللي هو الشبت والكزبره والبقدونس القمر بتاعك اللي تبقي غسلاه ومقصقصاه وتحطيه عليه، وبعدين تقعدي بقى تلفي زي ما احنا عارفه، زي ما احنا هنلف كده مع بعض. تمام. انا مش عايزه الفيديو يبقى طويل عليكي، بس انا حبيت اقول لكم على الروتين بتاعي من اول اليوم لاخر اليوم. ده كان الغدا، اتغدينا طبعا وتمام التمام. هي بتبقى بصي ضقه الغدا دي بالليل بقى ممكن تبقى حاجه خفيفه بقى، اي حاجه، حته جبنه، بيض، بطاطس محمره، يعني حاجات ايه بقى خفيفه، لكن الطاقه الاساسيه بتبقى طاقه الغدا دي. لازم تكون اكله حلوه يعني. تمام كده حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب يكون اليوم خفيف على قلبكم، يا رب يكون اليوم ما مليتوش مني. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم حبيب قلبي. هحشي طبعا المحشي بتاعي واحطه على النار، وتعالي بقى نشم ريحه احلى محشي من على النار. تمام. هتشمي ريحته وانت عندك هتقولي ايه المحشي القمر ده. محشي محشي ملوش حل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هحطه على النار حبيب قلبي، هنلف مع بعض ونخلص لف، وبعدين هحطه على النار وهتشمي بقى ريحته وانت عندك. تمام كده. يلا بقى يا قمر، لو لسه ما اشتركتيش واول مره تشوفيني يلا بسرعه انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا طبعا بلف المحشي، وانا حبيت ان انا اوريكي ان انا هلف كام صابع كده على الماشي. طبعا زي ما انتم شايفين حبيب قلبي. بص الفلفل، انا عماله، انا عاجبني قوي الفلفل البلدي القمر بتاعنا ده، فلفل يجنن كده والله العظيم. الفلفل البلدي بتاعنا ده اللي هو لا يعلى عليه، مفيش بعديه ولا في قبليه. الفلفل الفيومي القمر اللي كلنا الفلاحين بس اللي هيعرفوا. لو رحتي عندك في المدينه مش هتلاقي الفلفل القمر بتاعنا ده خالص، ده عندنا بس في الفيوم. يلا بقى تعالوا اعزمكم على حله المحشي القمر دي، وتعالوا بقى شموا احلى محشي من على النار. بصوا بقى الجمال، بصوا، بصوا الجمال، وبصوا القمر. بصوا ده الرز بتاعنا، بصوا ريحته جميله ازاي. بصوا اكيد شامين الريحه وانتوا عندكم. هلف بقى المحشي معاكم. انا حبيت معلش اوريكم ان انا وانا بلف المحشي هلف المحشي معاكم زي ما انتم شايفين. هلف كام صابع كده على الماشي قبل ما اوريكي فيديو اللي على النار. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، انا كنت عايزه اجيب لك الفيديو بالتفصيل، بس حبيت ان انا امشي حالي كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هنلف مع بعض، هعمل معاكي كام صابع كده على الماشي، لان احنا عملنا محشي قبل كده مع بعض ولفينا محشي قبل كده كتير مع بعض، ومش اول مره يعني نعمل المحشي، ومش عايزاكم تملوا من الفيديو بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هخلص طبعا المحشي كله معاكم، وبعدين هحطه على النار وهشممك ريحه المحشي القمر. انا عملت في حلتين، عملت حله فلفل وبتنجان، وعملت حله مشكل كده معاكم. تمام كده. هحطهم بقى على النار بعد ما اخلص كده، انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هحطه بقى على النار، وتعالي بقى عشان اشممك ريحته. عماله اقول له كل ما اجي اشممك ريحته، مش عارفه الفيديو بتاعي يطول معايا غصبا عن عيني، معلش بقى، اسفه لو كنت طولت عليكم. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. يلا حبايب قلبي اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.